السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج إنسان جديد، تغيير لحياة أفضل. تعلن خطوط طيران إنسان جديد عن بدء رحلتها رقم 26 المتوجهة إلى مطار القدوة، وعلى جميع السادة المسافرين التوجه إلى البوابة رقم 4. زمن الرحلة بإذن الله تعالى قصير وممتع، نتمنى لكم رحلة سعيدة وآمنة. في حلقتنا السابقة الأسبوع الفات اتكلمنا عن القناعة الفكرية. قلنا الزول لو عايز يقتنع بحاجة معينة بتكون عن طريقتين. الطريقة الأولى إنك أنت تخد الأفكار في راسك وتكررها كتير لغاية ما تقتنع بها. أما الطريقة الثانية إنك أنت تشوف مجموعة من الناس أو فرد معين بيعمل في فكرة معينة، تقوم تعمل معه الفكرة دي وتكررها باستمرار لغاية ما تبقى لك أو تقتنع بها. طيب نحن حنواصل في الجزء الثاني إنك أنت تشوف زول. طيب حنتكلم المرة دي عن القدوة. القدوة شخص معين بتتأثر به كتير أنت، ممكن يكون التأثير ده بإرادتك أو دون إرادتك. تمام؟ طيب أول شيء نعرف القدوة من ناحية الإسلام. القدوة هي المربي أو الداعي، يعني مثال إنك تحتدي به وتتأسى به في حياتك. القرآن الكريم أشاد بالحكاية دي في الوسيلة دي، فقال عز من قائل لقد كانت لكم في أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، وقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم كان وما زال هو القدوة الأول والأخير لجميع المسلمين. برضو الإسلام حث على القدوة، والقدوة الحسنة خصوصا إنه زول يعني لو اقتدى بطريقة معينة بتاعت زول وأفكار ممكن تنمي المجتمع وتنمي الفرد وتساعد في إصلاحه، تكون قدوة حسنة وقدوة جميلة جدا. كده القدوة معناها إنه نتأسى بشخص معين ونقتدي به ونحاول بقدر الإمكان إنه نمشي في طريقه ونشابهه في التفكير وفي التصرفات. من تعريف القدوة بتنقسم لنا لقسمين أساسيين: قدوة حسنة وقدوة سيئة. القدوة الحسنة تشمل كل شخص، حسن الخلق، حسن المعاملة والتفكير السليم، وحتى في التصرفات وتحكيم العقل. ممكن يكون مثال لهم أبوينك، معلمك، أي زول يعني بتشوف فيه الصفات دي وانت بتحاول تقتدي به، ممكن يكون قدوة حسنة لك بشرط إنه يحقق الشروط اللي قلناها، إنه حسن الخلق والتعامل وغيره. القدوة السيئة والعياذ بالله بتشمل كل إنسان سيء في التعامل ولا في التفكير، وممكن يسبب ضرر للفرد أو ضرر للمجتمع كامل. القدوة دي ممكن تكون ضعف شخصية ولا انقياد أعمى. طيب أنا أقول لك، أي زول عنده قدوة في حياته ودي لازم منها أصلا، سواء كان بإرادتك أو دون إرادتك. حتى لو ما كنت تكلمت بالحكاية دي وبحتبيها أنا بقتدي بفلان، من داخلك أكيد أنت بتكون حاسس بالحاجة دي. طيب أي زول عنده قدوة زي ما قلنا، بس للأسف في بعض الأحيان بيحاولوا البعض إنهم يتغمسوا شخصية قدوتهم دي ويشابهوها. انت خلي عندك قدوة، ايوه اقتدي به في تفكيره، في تصرفاته، في افعاله، لكن في النهاية لازم يكون عندك انت بصمتك، لانه دي حياتك ودي شخصيتك انت. اي نعم خلي قدوتك تشارك معه في الافكار، في الاراء، وحتى في التصرفات، لكن ما تتغمس الشخصية. طيب اصول القدوة الصالحة بيكون بها القائد قدوة طيبة لغيره، بترجع ل3 اصول هامة. الاصل الاول الصلاح ده ما بيكون إلا ب3 حاجات: الإخلاص والعبادة والإيمان. ولو جينا رتبناهم حيكون عن طريق الإيمان، بعد ذاك العبادة، ثم الإخلاص. في الأصل الثاني حسن الخلق، وده من أهم الأصول، وأظن ده من أهم الأصول. زي ما قلت لكم الأخلاق هي الأساس، لأنه من غير أخلاق الصلاح أصلا ما حيجي. الشرط الثالث أو الأصل الثالث والأخير موافقة العمل للقول. يعني مثلا يقول لك قدوتك، انت خدت قدوتك انا عايز اعمل ومفكر اعمل، لكن هو بيتكلم من غير ما يعمل. عشان كده من اهم الشروط برضو انه موافقة العمل للقول، يعني انت قول واعمل، نفذ قولك طوالي. القدوة ذاتها بتبدأ من الوسط ضيق، توسع كل مرة حبة حبة. الكلام ده كيف؟ طيب انت صغير، من اول مرة ولدوك فيها اول قدوة ليك بيكون اقرب الناس ليك، ناس بيتكم أو المحيط الضيق، أسرتك.
تمام؟ امك، ابوك، اخوك الكبير لو عندك، اختك الكبيره، عمك، خالك وكده. تتوسع البؤره دي شويه لحد ما تخش المدرسه. بعد المدرسه ممكن تلقى معلمك قدوه لك شفت فيه صفات افضل، تتوسع لحد ما تحصل مرحله المراهقه، ما بعرف الثانوي، الجامعه، وبعد التخرج ان شاء الله مجال العمل. وكل ده كل مره الحياه بتوسع. عشان كده كل ما تقدمت في العمر الأسوة والقدوة ممكن يتغير. أي نعم، ما يتغير تغيير توتل. يعني مثلا أبوك كان قدوتك في البيت، عندك قدوتك مثلا أكاديميا معلمك، في العمل والتخطيط رئيس قسمك في العمل، وهكذا. تمام؟ القدوة في مجال الأول أو أول قدوة لك أكيد من أحد من ناس بيتكم، في الأغلب الأعم بيكون أبوك ولا أمك، والدينك. طيب، في حاجات تقريبا 5 نقاط بنحاول إنه نذكر الوالدين إنه يغرسوها في أطفالهم، لأنه في النهاية طفل صغير ما بيشوف غير أمه وأبوه. طيب، أول حاجة أهم شيء غرس مراقبة الله في نفس الطفل. لازم إنه تحسس إنه طفلك ده إنه الله مراقبه. يعني لازم يحس بإنه أي أقل حاجة في الصغيرة وفي الكبيرة، ولو دخل في شق جبل إنه مراقب. تمام؟ الصلاة والحث عليها والنوافل دي من أهم الحاجات. احترام والتقدير بيجي بعد ذاك حسن الخلق، صلة الرحم والصدق والبر. يعني من أهم الحاجات بعد مراقبة الله أداء العبادات. بعد ذاك بنخش شوية في الجانب الأخلاقي، الاحترام، حسن الخلق، التقدير، صلة الرحم وغيرها. طيب، القدوة عندها فوائد كثيرة، خصوصا أنا بركز على القدوة الحسنة. من الفوائد حقتها المثال الحي المرتقي في درجات الكمال. أنا ما دام شفت قدوتي ده خلاص حكون خدتي إنه زول بالنسبة لي طب يعني. تمام؟ عشان كده بيكون في مثال حي قدامك إنك تقتدي به. يعني بتدي الآخرين قناعة إنه بلوغ الفضائل من الأمور الممكنة، ما صعب، لأنه في النهاية زول مشاها قدامك وعرف كيف يمشي للفضائل دي. إذا الطريق قدامك مفتوح وسهل جدا لو أنت عايز. برضو سبب لطرد العجز والكسل. أي نعم، برضو فلان الفلاني عمل حاجة كبيرة وقدوتي وكده، أكيد ما دام هو عملها أنا أقدر أعملها. إذن الكسل والعجز ده شوية كده حنتخلى عنه، ويكون عندنا حبة عزيمة عشان نقدر نصل للدرجة اللي وصل لها قدوتنا ونكون قدوة لغيرنا. لهنا حلقتنا انتهت بإذن الله تعالى. لحد الجمعة الجاية، لرحلتنا الجاية في الجمعة إن شاء الله نقتدي برسولنا الكريم، لأنه في النهاية هو القدوة الأول والقدوة الأخير لنا، ونكون متحابين ودائما قنوعين. ولحد ما أقابلكم الجمعة الجاية، خليكم دائما طيبين. مع السلامة.